الغريبة السهل الممتنع. سهلة علشان كلنا عارفين مقاديرها والمقاديرها موحدة، وكلنا بنستخدم تقريبا نفس المقادير. بس ممتنع لأن بتحصل فيها أخطاء كتير وبتطلع النتيجة في الآخر مش مرضية لكتير مننا. ممكن تشقق منك وممكن كمان تفرش منك في الفرن. فتابعي معايا الفيديو وأوعدك إن بعد الفيديو ده حتى لو لسه أول مرة تعمليها هتعمليها من أول مرة هتنجح معاكي جدا جدا، وهتطلع معاكي بالجمال ده. ناعمة جدًا دايبة دوب كده واخدة اللون المضبوط، وكمان ولا هتشقق منِّك ولا هتفرش منِّك في الفرن، وهاقول لِك على كل الأخطاء وإزاي تفاديها خلال الفيديو. تابعي الفيديو لغاية الآخر ويالّا بينا على طول نبتدي. أول حاجة هنا خالص أنا هاحط السمنة، استخدمت كوبايتين سمنة بتكون طالعة من التلاجة يعني متلجة. الكوباية التانية هاشيل منها معلقة كبيرة، يعني المقدار بالضبط كوبايتين من نفس الكوباية اللي أنتم شايفينها دي، أعتقد إن هي موجودة عندنا كلنا، إلا معلقة كبيرة هرمية. مهم أوي جدًا المعلقة دي يا جماعة شيلوها، هتفرق جدًا معاكم في إن هي ما تفرش كتير في الفرن. وبعد كده هاضيف عليها كوباية من السكر البودر، طبعًا أنتِ بتنخلي كويس أوي السكر البودر مهما كان ناعم. الغريبة يا جماعة مش بتحتاج عجن خالص، فلازم نهتم كويس أوي إن إحنا ننخل المقادير بتاعتها الجافة. وبس باقلبها كده تقليبة بسيطة علشان لمّا آجي أستخدم المضرب الكهربا ما ي ما يعني ما تبهدلش الدنيا معايا. طبعًا أنتِ ممكن تضربيها بإيدِك ما فيش مشكلة خالص، بس هتاخد منِّك شوية وقت وشوية مجهود. يبقى كل اللي أنا حطيته هنا السمنة والسكر. السمنة كوبايتين وشِلتِ منها معلقة كبيرة وعليها كوباية السكر. بتوحّدي الكوبايات. يا جماعة الغريبة من الوصفات الأحسن إن أنتِ تعمليها بالكوباية مش بالكيلو. لأن بجد بتفرق كتير جدًا من شركة لشركة، ممكن تفرق معاكِ جرامات، يعني تلاقي شركة دقيق مزوّدة أو مقلّلة. شايفين هو ده القوام المضبوط جدًا اللي أنا عايزاه، بتبقى تقيلة جدًا زي الكريم شانتيه كده، ما بتنزلش من المضرب مهما عملتيها كده بإيدِك. وبعدين هنا باشيل بقى السلاح بتاع المضرب بتاعي، وبابدأ إن أنا أضيف الدقيق. يبقى هي سكر وسمنة ودقيق. هاضيف قد إيه دقيق؟ 4 كوبايات من الدقيق. طبعًا الدقيق بتاع الغريبة ممكن تستخدمي متعدد الاستخدامات، هيكون أفضل من الدقيق اللي هو 5 نجوم، تمام. طبعًا زي ما قُلت لِك لازم تنخلي المواد الجافة كلها. وطبعًا معلش بقى شايفين المعلقة اللي هي وقعت مني دي، أنا ضفتها برضه على الدقيق بتاعي. المقادير دي بالضبط يا جماعة أنا باعمل ال3 كوبايات أهو، وباقلبها كده تقليبة بسيطة، وبعدين باضيف الكوباية الرابعة. الكوباية الرابعة عايزة تضيفيها على مرتين 3 ما فيش مشكلة خالص، علشان بس تتأكدي من نوع الدقيق. إحنا عارفين إن من دقيق لدقيق يفرق، بس أنا هنا النوع اللي أنا استخدمته هو دقيق الضحى، وأخد مني 4 كوبايات بالضبط. ممكن طبعًا تستخدمي أنواع دقيق كتير زي النصر، زي الكوثر، زي أي دقيق أنتِ واثقة فيه يكون متعدد الاستخدامات. متابعيني الغاليين، أنا مي شاهين لو لسه أول مرة تشوفيني يعني أتمنى إن أنتِ تكوني واحدة من أسرتنا الجميلة على اليوتيوب، وتشتركي في القناة، وطبعًا لو عجبِك الوصفة ت لايك للفيديو. وباعتذر جدًا، جدًا عن التصوير. التصوير أنا حاولت على قد ما أقدر إن هو يكون واضح، لأن أنتم عارفين زي ما قُلت لكم في أول فيديو خالص الكحك اللي طلع تحفة، وأنصحِك إن أنتِ تروحي تشوفيه بجد هتستفادي جدًا منه، لأن قُلت فيه معلومات حلوة جدًا عن الكحك وإزاي يطلع معاكِ مضبوط. شايفين أنا باعمل إيه يا جماعة بعد ما خلّصت الدقيق؟ أنا بس بالِم العجين، بالفّها كده بإيدي. هنا بقى أول حاجة خالص لقيتها مشقّقة معايا. أنتِ بتختبري العجينة معاكِ. طب تعملي إيه لو طلعت مشقّقة؟ تلفّيها كمان لفّة بإيديكِ، اوعي تزوّدي سمنة أو تزوّدي دقيق أو أي حاجة تانية خالص. أنتِ بس بتلفّيها لفّة كده وهتلاقيها اتضبطت معاكِ. طب وبعدين باسيبها بقى في التلاجة من تحت مش في الفريزر ولا حاجة، تهدى بس كده ربع ساعة لغاية ما أحضّر الدنيا. أنا هنا هاعمل كمان غريبة بالكاكاو. استخدمت الكاكاو الإسباني، أخدت حوالي ربع العجينة، وحطيت عليها 3 معالق كبار من الكاكاو الإسباني الغامق. بيدّي طعم حلو أوي جدًا يا بنات، زي كده طعم البوريو، بجد طعمه حلو جدًا. وحطيت عليهم معلقة ممسوحة من السمنة. يبقى لو هتضيفي كاكاو، كل 3 معالق كاكاو قصادها معلقة كبيرة ممسوحة من السمنة. أي نوع سمنة أو نفس السمنة اللي أنتِ مستخدماها. وطبعًا يُفضّل جدًا للغريبة إن أنتِ تستخدمي السمنة البلدي الجاموسي أو البقري، لإن معنى كلمة غريبة يعني طعم سمنة يا جماعة. أو ممكن برضه تستخدمي السمنة الصناعي، بس طبعًا هترشّي عليها رشة فانيليا، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكِ وتطلع حاجتِك كلّها جميلة، حتى لو أنتِ مستخدمة السمنة الصناعي أو النباتي. وتبدئي بقى إن أنتِ كده خلاص أنا ريّحتها ربع ساعة في التلاجة من تحت،
وبعدين بدأت إن أنا أشكِّل فيها. بتشكِّلي الغريباية بتاعتِك ما بتكونش صغننة أوي عشان ما تنشفش منِّك في الفرن، وفي نفس الوقت ما تبقاش كبيرة أوي. أنتِ بتحاولي إن أنتِ تشكِّليها الكورة حجمها يكون مناسب. شايفين؟ طبعًا الغريبة بتدخل على فرن يكون سُخن شوية مش سُخن أوي، وبتشغّلي عليها الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة بالكتير. وطبعًا أنتِ بتلفّي الصاج بتاعِك على حسب الفرن وأنتِ متعوّدة عليه، وبعدين بتطلّعيها هي ما بتاخدش أي لون خالص، ومستحيل تولّعي عليها أو تشغّلي عليها الشواية، هو بس الفرن من تحت وبتدخّليها على الشبكة بتعرفي إزاي إن هي استوت؟ إن أنتِ لمّا تيجي كده تحرّكيها بالراحة كده بين صوابعِك بتتحرّك معاكِ، ما تبقاش لازقة لسه أو عجينة، وبتطلّعيها على طول وبتسيبيها تهدى خالص، وبعدين بتنقليها من الصاج. بالنسبة للصاج الغرايبة بالذات يا جماعة أحسن وأفضل حاجة ليها إن أنتِ تسويها في حاجة ألمونيا، صينية كبيرة ألمونيا اللي هي مثلًا زي بتاعة الكيك أو بتاعة الجلاش أو بتاعة البسبوسة، بتطلع أفضل بكتير من الصاج العادي. وبألف هنا وشفا، وما تنسوش